مستر انا مش عارفه افرق ما بين اف الحاله الاولى والحاله الثانيه. تمام، تعالى اوريكي بقى كام مثال كده صغير عليهم عشان تفهمي الفرق بين الاتنين. بص يا ستي، صلي على النبي. عندك هنا بيقول لك مثلا، قال لك give me enough time، قال لك اديني وقت كافي and I will finish the report، وهخلص التقرير. عندك هنا ادالك جمله امريه وفيها مثلا and او or، فانا بستخدم if في الحاله الاولى. فهنا يبقى هقول لك if لو انت اديتيني وقت كافي انا هخلص مين؟ هخلص التقرير. وطبعا عارفين ان if في الحاله الاولى بتتكون من مضارع بسيط، والجمله الثانيه فيها will والفعل في المصدر. يبقى هقول لك if you give me enough if you give me enough time I will finish the report. يبقى لو انت اديتيني وقت كافي انا هخلص مين؟ هخلص التقرير. يبقى لقيت عندي جمله امريه اللي هي بادئه بالفعل في المصدر او دونت والفعل في المصدر، فانا هستخدم مين؟ هستخدم الحاله الاولى. طيب بصي على المثال الثاني، قال لك study hard، هنا بقول لك ذاكري كويس or you will fail the exam. ذاكري كويس والا هتسقطي في الامتحان، وعايز استخدم if. يبقى انا هقول لك لو انت بتذاكري كويس هتسقطي في الامتحان؟ طبعا ما ينفعش، يبقى انا هضطر انفي الجمله الاولانيه وهقول لك لو انت ما بتذاكريش كويس ان شاء الله هتسقطي في الامتحان. يبقى هقول لك هنا if you don't study hard you will fail the exam. يبقى كده اول حاجه هتلاقي عندك جمله امريه وفي عندك or او and، وانا هحط الجمله مثبته او منفيه على حسب معنى الجمله. طيب في حاجه كمان برضو ممكن تجيلك، ممكن يقول لك مثلا زي هنا كارول may save money، كارول احتمال او ربما ان هي تحوش فلوس. she can buy a car، بقول لك كارول احتمال ان هي تحوش فلوس وهي ساعتها هتقدر ان هي تشتري عربيه. يبقى هنا دي انا هستخدم الحاله الاولى لو لقيت كلمه زي كلمه may او كلمه زي كلمه probable او probably او perhaps، لو لقيناهم دول فانا بستخدم الحاله الاولى. فهنا هقول لك لو كارول بتحوش فلوس هي هتقدر تشتري العربيه. يبقى هنا هقول لك if Carol saves money she will buy a car. يبقى هي هتشتري مين؟ عربية. ممكن بدل ولا استخدم كان او استخدم may. يبقى هنا لقيت عندي may او perhaps او probable او probably، دي كده حالة اولى صرف. لقيت جملة امرية وفيها or او and، فانا دي برضو حالة اولى صرف. تمام. طيب بالنسبة للحالة التانية بقى، بص يا ستي، الحالة التانية هي بتعبر عن احداث عكس الواقع، يبقى حاجة عكس مين؟ عكس الواقع اللي احنا عليه. فدايما هيدي لك جملتين مضارع بسيط سواء مثبته او منفيه. احنا في الحاله اللي هو بيدي لي فيها الجمل بتاعتي مضارع بسيط انا بستخدم الحاله الثانيه، والمثبت بنفيه والنفي بثبته. فهنا قال لك مثلا، قال لك مجدي doesn't have a car، مجدي ما عندوش عربيه. so he doesn't drive to work، فهو ما بيسوقش لمين؟ للشغل. يبقى هنا هقول لك هنا لو مجدي عنده عربيه قال لك كان هيعمل ايه؟ كان هيسوق للشغل. طيب هنا الجمل المنفية يبقى أنا هخليها الجمل بتاعتي مثبتة وهستخدم حالة تانية. الحالة التانية كانت بتتكون من إيه؟ if وماضي بسيط، عندك would والفعل في المصدر. فهنا هقول لك إيه؟ هقول لك if مجدي had a car، يبقى أنا استخدمت had التصريف التاني أو الماضي البسيط من الفعل بتاعنا اللي هو have. يبقى لو مجدي عنده عربية he would drive to work، يبقى هو لو كان عنده عربيه كان هيسوق لمين؟ للشغل. يبقى معنى كده ان هو لا عنده عربيه ولا هو بيسوق للايه؟ للشغل. طيب ناخد مثال تاني ناكد عليه. قال لك I don't live in a big house، انا مش عايش في بيت كبير. because I don't have much money، انا مش عايش في بيت كبير لان انا ما عنديش فلوس كتير. وطالب مني ان استخدم if. بكل بساطه كده لقيت الجملتين زمانهم مضارع وفي عندنا because او so، فانا هستخدم الحاله الثانيه بتاعه if. يبقى هنا انا هستخدم مين؟ هبدا باف. تمام. طيب فهقول لك لو هو كان عنده فلوس كتيره كان هيعيش في بيت كبير.
يبقى هنا دي الجمله الاولانيه اللي هتيجي بعد اف، ودي الجمله الثانيه. وما تحفظهاش ان بيكوز هي اللي بيجي بعدها الجمله بتاعت اف، او سو هي اللي قبلها، وهكذا. تمام؟ فاقول لك if I had much money، لو كان معايا فلوس كتيره، I would live in a big house. يبقى لو كان معايا فلوس انا كنت هعيش فين؟ في بيت كبير. تمام؟ ده كده بالنسبه للحاله الثانيه. يبقى الحاله الثانيه هيدي لك جملتين مضارع بسيط سواء مثبته او منفيه، النفي بثبته والمثبت بنفيه، وبستخدم الحاله الثانيه اللي هي اف ماضي بسيط، عندك would والفعل في المصدر. طيب في جمله كده غريبه شويه عندك بقى هنا، قال لك مثلا she has free time she will visit the zoo، هي عندها وقت فراغ وهي هتزور الحديقه. هنا انا ممكن استخدم الحاله الاولى او استخدم الحاله الثانيه. فلو الحاله الاولى هتحط لي if she has، هتحط الجملتين زي ما هو if she has free time she will visit the zoo. يبقى لو هي عندها وقت فراغ هتزور الحديقة، وهنا هستخدم فيها الحالة الأولى، وممكن استخدم فيها الحالة الثانية على حسب المعنى اللي أنا عايز أوصله. فأنا بقول لك ده هي عندها وقت فراغ وهي هتزور الحديقة، يبقى ممكن أخليها عكس الواقع. لو هي ما عندهاش وقت فراغ قال لك إن هي مش هتقدر تزور مين؟ الحديقة. يبقى هنا ممكن أقول لك if she didn't have free time، لو هي ما عندهاش وقت فراغ she wouldn't visit the zoo. يبقى هي لو ما عندهاش وقت فراغ هي مش هتزور مين؟ مش هتزور الحديقة، والجملة تنفع تمشي بالاثنين، والمفروض اللي بيصحح يراعي النقطة دي. لكن احنا زي ما احنا اتفقنا ان عندنا حالة اف الاولى هتلاقي عندك هنا جملة زمانها جملة امرية وفيها and او or، هستخدم فيها الحالة الاولى من اف. او هتلاقي في الجملة حاجة زي may او perhaps او probable او probably، فانا هستخدم الحالة الاولى. والحالة الثانية زي ما اتفقنا يبقى الجملتين زمانهم مضارع بسيط، هستخدم فيها الحالة الثانية، والمثبت بنفيه والنفي بثبته.